السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة بأمر كورة عالمية، الأخبار العالمية والمحلية. الأهلي والمصري النهاردة مباراة زعلتني وزعلت كل جماهير الأهلي، مش عشان خاطر الأهلي التعادل ولا فقط نقطتين، لا ده الأهلي يفوز 2-3 مرتاح. اللي زعل تحكيم الفاجر، ظلم تحكيمي واضح وقع على الأهلي النهاردة، بين ظلم تحكيمي أكتر من ضربة جزاء ما اتحسبتش، تضييع وقت ما اتحسبش، تضييع وقت من جانب المصري، لعيبه كتير والحارس مرمى، وانذارات قليله، انذارات كتير على النادي الاهلي وانذارات قليله على النادي المصري. النهارده الاهلي التعادل بفعل فاعل، فجور تحكيمي واضح، فجور تحكيمي واضح. النهارده فريق المصري ما بيلعبش كوره، فريق المصري النهارده نازل يضرب، عارف ان الحكم مش هيحسب له حاجه. لعيبه بتضيع وقت بطريقه عجيبه، حارس مرمى بيقع اكتر من مره، مرتين، ثلاثه، الحكم يحسب 6 دقايق، 6 دقايق ده اكتر من ربع ساعه. طب انت حسبت 6 دقايق، المصري غير 2 في ال6 دقايق، محمود جاد وقع مره وقعد اكتر من دقيقه، كذا لاعب وقع من جانب المصري. طب انت زودت دقيقه واحده بس. انذارات كتير، ضربة جزاء لقفشه واضحه وضوح الشمس. طب انت حكم ما شفتهاش؟ الفار فين؟ الدم اللي وقع واللي سال من قفشه، الحارس يا راجل يطلع يضرب قفشه بالبوكس ما تحسبهاش ضربة جزاء؟ انهي عقل يقول كده؟ طب الفار ما نجحش ليه؟ يعني الاهلي لازم يطلب حكام اجانب. بصراحه الاهلي على هذا وعلى يعني على اللي بيحصل ده من جانب الحكام المصريين، الدوري هيضيع منه المره الثالثه على التوالي. الاهلي فاز بالحكام الاجانب كلها اللي لعب بيها السنه دي، بكل الحكام الاجانب في افريقيا، سوبر ومع بيراميدز، الاهلي فاز. ليه؟ في عدل تحكيمي من الحكام الاجانب. لكن لو الاهلي لعب بهذه الطريقه وما اعترضش على الحكم المصري، على الحكام المصريين، الدوري هيروح للمره الثالثه. فجر تحكيمي واضح، شادي حسين ضرب جزاء ليه يعترض، انذار. محمود متولي يعترض، انذار. محمود متولي على فكره الانذار الثالث ليه، ومش هيلعب مباراه الزمالك اللي جاي. اللاعب اتوقف اكتر من مره، ولا حياه لمن تنادي. معروف ان المصري عايز التعادل. المصري وحسام حسن النهارده بتحس انه بيلعب غل قدام الاهلي. ليه؟ الله اعلم. شادي ضيع اكتر من فرصه، قفشه هدف ما يضيعش يا اخي ثرو من حسين الشحات. يا اخي انت المره اللي عدت لما جبت الهدف في المباراه اللي عدت ورقصت الحارس، هدوء، ثقه، قلنا الثقه رجعت لقفشه. النهارده تحس ان ما عندكش ثقه. الثقه راحت فين يا قفشه؟ ده جون سهل جدا، شوطه ثرو، رقص اللاعب. طب اديها لحسين الشحات قدامه. حسين الشحات مش مسؤول عن تضييع الهدف، لكن المسؤول عن تضييع الهدف هو قفشه. محمد شريف النهارده سيء جدا، سيء جدا، وانا بطالب اداره الاهلي تسرع مهاجم اجنبي، مهاجم قوي. محمد شريف وشادي حسين ما ينفعوش يكونوا مهاجمين النادي الاهلي. احنا داخلين على افريقيا، وداخلين على كاس عالم الانديه، وداخلين على دوري، وداخلين على كاس، وداخلين على سوبر. فالاهلي لازم يجيب مهاجم اجنبي. حسام حسن لما كان في الاهلي يمكن ما جابش الا هدف، راح سموحه في مباراه جاب هدفين. بتوع الزمالك بيقول لك ايه؟ ان حسام حسن جاب هدفين عشان خاطر ايه؟ ان حسام حسن اصلا زملكاوي، ففي الاهلي يعني ما عندوش رغبه انه يلعب في اللعب. غلط. سبب ان حسام حسن جاب هدفين في سموحه الضغط في الاهلي. سموحه ما فيش ضغوطات كتيره في الاهلي. الاهلي فريق عايز يفوز كل مباراه، تعادل بهزيمه في الاهلي. لكن سموحه عادي يلعب، يتغلب، يتعادل، يفوز عادي. فسبب ان حسام حسن متالق مع سموحه وخد راجل المباراه وجاب هدفين، ما عندوش ضغوط. الاهلي ضغوط جماهيريه، ضغوط من الكل. الاهلي فريق كبير، فلازم اللاعب اللي يلعب في الاهلي يكون عنده الثقه، الهدوء. غصب عن حسام حسن في الاهلي في ضغوطات اكتر من سموحه واكتر من اي فريق تاني. بناشد اداره الاهلي تجيب حكام اجانب في المباراه اللي جايه،
جميع مباريات الاهلي اللي جايه سواء دوري او كاس تلعب بحكام اجانب، لان بيحصل الدوري هيضيع منا لثالث مره على التوالي. تحكيم فاجر، تحكيم فاجر، اكتر من ضربه جزاء، اكتر من فاول ما تحسبش الاهلي، انذارات كتير على النادي الاهلي، في المقابل انذارات قليله على النادي المصري، تضييع وقت بطريقه صعبه. احنا ما فيش كوره في الدوري المصري. الدوري المصري كل الفرق اللي بتقابل الاهلي بتلعب دفاع وبتضيع وقت، وكل الفرق مش عايزه تفوز، كل الفرق عايزه تتعادل. المصري حتى الاتحاد امام الزمالك فريق يفوز على الزمالك هدف واثنين وثلاثه برضه عايز التعادل. يعني الفرق اللي بتقابل الاهلي او الزمالك عايزه التعادل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.